السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا عندنا هاد الخدمه غندير لكم الخدمه ديال الطفيره وكيفاش كنصوبوا هذيك الوريده وكيفاش كنجمعوها. ان شاء الله غادي ندير لكم سلسله ديال هاد الطرزه، حيت ما يمكنش لي فيديو واحد ندير فيه كلشي، غادي يجي طويل. ان شاء الله كل مره ندير فيديو ندير فيه شي حاجه اللي غادي تحتاجوها. كما كتشوفوا هنا راه عندي رشمه ديالي رشمتها من قبل، صبغتها، طراسيتها، قديتها، خدمت العريشات، خدمت هذوك الوريدات. ان شاء الله دابا شنو غادي ندوز؟ غادي ناخذ الخيط ديالي، غادي نجي هذاك الدائره ديال الراس اللي كتشوفوا، غادي نمشي ونجي بالخيط فيها حتى نعمرها حتى للراس، عاد باش نقدر ندير عليها الشعر. حيت الا درت الشعر على الراس خاوي غادي يبقاو ليا الفراغات، يبقى يبان ليا لتحت. انا خاصني ضروري ندير هادي، وكيف ما كتشوفوا انا الخيط كنديرو طويل باش نحاول نخدم به ما امكن الشعر كامل، ما نبقاش كل مره يتسالى ليا وندير خيط جديد. كيف ما كتشوفوا كتجي للراس ديال الرشمه كنخرجو من الجهه الثانيه بحال هكا، شفتوا؟ وما كنديرش وحده بعيده على وحده، تقريبا راه قراب لبعضياتهم بزاف، ونقدروا نديرو حنا وحده حتى وحده، حيت ماشي مشكل واخا ما نديروش وحده حتى وحده، حيت ديجا غيجي عندنا الشعر من الفوق. في الاول كيعنكشكم هكا هذا، ولكن من بعد كتخدموا الشعر على خاطركم، حيت هذه المرحله هي اللي كتوحلوا شويه مع الخيط، وانا مع التصوير ما عنديش كيفاش ندير نجبد الخيط مزيان. تكونوا خدامين ردوا البال باش ما يتشنتفش لكم الخدمه اللي بجنب تجي فيها البرا. شفتوا كيما هكا؟ انا غادي نبقى نمشي ونجي حتى نعمر هذه، ونرجع نوريكم ان شاء الله من بعد شنو غادي ندير. كيف ما كتشوفوا من بعد ما بقيت كنمشي ونجي عمرت على هاد البلاصه، انا بعدتها باش يبان لكم شنو غادي ندير دابا. دابا غنحتاج هاد الفليل، كيف ما كتشوفوا هذه راه كتباع بدرهم، راه فيها تقريبا شي 15 بحال هكاك ولا 12 تقريبا ديال المقابض، هي اللي غنخدم بها. غناخذ مقبض وغادي نديرو تحت الطرزه ديالي كامله، ما غنديروش الوسط باش ما نخسرش هذيك الصباغه ديالي يبقاو فيها ثقوب، كنديرو لتحت باش حتى الضفيره ديالي تجيني طويله. الا درتو الفوق الضفيره ديالي غتجيني صغيره. صافي كنثبتو بحال هكا. المرمى ديالنا خاصها تكون مجبده والثوب مزيره مزيان، حتى الا كان مرخي ملي غتساليو غتلقاو الخدمه مرخيه لكم من الجناب على الثوب. كيف ما كتشوفوش غنجيو نديرو دابا، كندخلو البرا من وسط هذاك الفيلي. هاد العمليه كتسهل عليكم بزاف الطريقه ديال الخدمه ديال الشعر. صافي كندخلو البرا ديالنا من التحت، الشعر كياخد القياس ديالو بهذاك المقبض، وكنجي كندير ضريبه في الدوره ديال الراس. كندير هادوك الضريبات كيكونوا مقاربين كيف ما كتشوفوا. انا غادي نقرب الصوره مزيان باش تبان، بعد غير باش يبان لكم المقبض والرشمه ديالنا كيفاش كتكون. شفتوا بحال هكا كنخدم، كنعمر مزيان، كنخدم بالجهه مثلا اليمنى النص، ومن بعد كنمشي للنص الثاني، حيت اصلا هذا المقبض كيتحكم لي في القياس ديال الشعر، ما غتلقاوش فيه مشكل. شفتوا الضريبات؟ ما كنخليش فراغ، كنعمر عليه مزيان. هادوك الخويطات اللي كيخرجوا عادي انهم يخرجوا، حيت كيكون طريف ديال الثوب مقطع ما مسورجي ما حتى حاجه، بحالهم ساهل نقطعوهم مقيس من الداخل ونجروهم، ما عندناش مشكل. كما كتشوفوا كنكمل الخدمه ديالي هكا، وكنبقى مازال كندير ضريبات الثوب. شفتوا ملي كيكون هكا الشعر قريب كنرد البال باش انني ملي ندير البرا ما نضربش الشعر اللي حدايا ونشد في الضفيره ديالي.
شفتو كنديرو الضريبات حتى بعضياتهم. غنكمل انا بحال هكا حتى نكمل نخدم الجهه الثانيه حتى هي نكمل الشعر كامل ونرجع ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا شفتوا الشعر ديالي كيفاش كيكون عامر، ما كيكونش خفيف باش ما يبقاوش ديال الفراغات يكونوا هكا. دابا شنو غادي ندير؟ غنحل هذاك المقبض ديالي غادي نحيدو وغادي نبدا نقطع في هذا الشعر. انا راه مولفه كنجمعو كامل وكنقطعو دقه واحده بواحد المقياس، ما لقيتوش حدايا خدمت بهذا كبير. كنقطع الشعر من التحت مقاد كامل، ومن بعد بحال هكا كيف ما كتشوفوا كنمشطو كنسرحو باش ما كيبقاش ملوي. غادي نجي ناخذ خيط جديد اللي غادي نزوق به الضفيره ديالي. انا كنديرو من قبل كيسهل عليا باش ندير الباندا الضفيره، كنديرو في الجنب وكنخليه وكنجي نخدم هنا الضفيره ديالي. الضفيره كنحاول نخدمها بشكل متساوي، يعني نقسمها على 3 تجيني مزيانه، ما تجينيش بلاصه كبيره وبلاصه صغيره. شفتو انا كندير هكا كنشوف مازال بانت ليا شي جهه رقيقه، شفتو الجهه الوسطانيه رقيقه غنزيدها شي حاجه من الجناب بجوج، شي شويه من هنا وشويه من هنا باش تجيني نفس القياس. وشفتو نحاول نعمر في الجنب بحال هذاك الفراغ اللي كيبان ما خصوش يكون، خصني نقاد الضفيره ديالي نجبدها مزيان، ما تكونش شي شعيره ملويه، ما غاديش تخلي الضفيره ديالي تجيني مزيانه. صافي دابا ملي قاديت القياس غادي نبدا نضفر الشعر. داك الخويط ديما كيبقى يخرج ماشي مشكل، تنسالي ونحيدو. صافي نخدم الضفيره ديالي كيف ما كتشوفوا الضفيره كنخدمها وكنخليها بين وبين مرخيه، ما كنكرسهاش بزاف تجي عاوتاني مزيره بزاف. بين وبين هكا راه انا مزوميه راه كتبان مرخيه بزاف، هي في الواقع لا، وهكا اصلا شكل زوين. صافي كنكمل نخدم الضفيره ديالي حتى لتحت كيف ما كتشوفوا، وكيبقى لي هذاك الشعر مشنتف ماشي مشكل اللي كيكون تحت من الضفيره لتحت، حيت غادي نقادو غنوريكم كيفاش كنقادو باش يجينا مقاد ونقطعوه في الاخر. صافي هذاك الخويط اللي كنت خدمت من قبل شفتو كيسهل عليا باش ما نبقاش تحل لي الضفيره عاد باش نمشي نقلب على الخيط. كندير ضريبه قريبه ما كنديرهاش بعيده باش ندير الباندا تجي مزيره. انا كنخدمها على الثوب نيشان، ماشي كنشد كنلوي على الشعر عاد باش نعاود نلصقها. كندير واحد 3 ولا 4 ضريبات باش تجيني الباندا عريضه الشكل ديالي اللي غنبغي، بحال الضفيره اللي بجنب اللي حداها. غادي ندير الثالثه ونعاود نزيد وحده الرابعه باش نزير على الضفيره ديالي. صافي هذه هي اخر وحده. غادي كنزيرو مزيان ما كنخليوهاش مرخيه باش الشعر ديالنا كيتزير وكيتبت يشد بلاصتو. صافي غادي نقلب دابا الجهه الثانيه ونوريكم كيفاش غادي نعقدو الخيط ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا ما غنشدش في الخيط بوحدو، كنشد في هذيك الباندا اللي كتكون التحتانيه باش يعني الخيط ديالي ما يتجبدش من بلاصتو واخا ما عرفتش شنو يطرح. صافي عاد باش هنا كندير 2 تلويات صافي كندير العقده ديالي وكنفيني باش ما يبقاوش يلدفوا. نعاود نرجع في الثوب ونقطع على الحرف، ديك الساعه ما يبقاش عندي كاع حتى خيط. صافي بحال هكا. دابا غتبقى لينا اخر حاجه. اول حاجه قبل ما ندوزو للباندا غادي نجيو للشعر اللي قلت لكم غنقادو. كنبداو كنجرو في هذوك الشعيرات اللي كيكونوا صغار ودايرين حنا كنقادوهم. هادشي في حالة كان عندنا مشكل ديال الشعر بحال هكاك كنبقاو نجرو هكا كنقادو
وكتقاد لينا حتى الضفيره حتى كنكملوا الشعر كامل كنقادوه صافي. ومن بعد كناخذوا المقص ديالنا وكنقادوا الشعر من التحت باش كيجينا نفس القياس كيف ما كتشوفوا بحال في الشعر اللي بالجنب، باش يجينا نفس القياس مقاده بحال بحال. صافي غادي ناخذ المقص وغادي نقاد الضفيره ديالي. شفتوها؟ بقات لينا دابا اخر مرحله هي هذيك البابيون، هذيك الوريده اللي كاينه الفوق، وريده عفوا ماشي بابيون، هذيك الوريده اللي كاينه الفوق ساهله. كنخدمها بواحد الشكل ساهل اللي كنعرفوه كاملين، غير هي باش تجي كبيره كندير واحد الطريقه. كنجي كنخرج البره ديالي من الوسط وكنجي كندير العقده الفرنسيه، كندير واحد جوج وكندخل نرجع في الشعر. صافي كنبقى شاده بصبعي كيف ما كتشوفوا الخيط باش ماشي نطلقوا كتحل، وكنجي حتى لهنا ما كنكرش حتى الاخر، كنلقى نخلي واحد شويه الفراغ، هذاك شويه الفراغ باش كتبقى لي هكا كنعاود ندخل البره من التحت كنخرجها من الوسط وكنعاود نشد في الشعر عاوتاني باش كتجيني هذيك الوريده ديالي كبيره وباينه. شوفوا كيفاش كتجي. يا هادي هي الخدمه ديال اليوم، نتمنى الفيديو يعجبكم. بزاف البنات طلبوني على التطبيق، نتمنى يكون يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك، واللي اول مره كيشاهد القناه تشترك فيها وفعل الجرس. ما نطولش عليكم، والسلام عليكم في الفيديو جديد ان شاء الله.